السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالوا بقى، لو عندكم اي مشاكل في الفطير ونفسكم كده تعملوا الفطير في البيت، تعالوا نعمله بطريقة بسيطة جدا جدا، من غير بقى ولا فرد ولا توريق ولا اي تعب خالص. عايزة اقول لكم طريقة بسيطة جدا جدا تقدري تنفذيها كل يوم، حتى للفطار بقى للعشاء. سهل جدا وبسيط فوق ما تتخيلوا. فتابعوا الفيديو للاخر وان شاء الله يعجبكم جدا. ولو اول مرة بتشوفوني، اهلا وسهلا بيكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل لو حابين يوصلكم مني كل فيديو جديد. بنعمل فيديوهات سهلة وبسيطة جدا جدا وكمان اقتصادية. يلا نشوف الفيديو مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة، في طبق عميق هبدأ انخل نص كيلو من الدقيق. انا هشتغل النهاردة بنص كيلو من الدقيق، تقدروا طبعا تضاعفوا المقادير زي ما انتوا حابين. الفطير مفهوش مكونات كتير، هو دقيق وشوية مية وشوية ملح، وبحط له بس شويه صغيرين من السكر. يعني نص كيلو من الدقيق حطيت له نص معلقه صغيره من الملح، او سوري، نص معلقه صغيره من السكر وربع معلقه صغيره من الملح، بس كده. وهقلبهم مع بعض، وبعد كده نعجن بالميه الدافيه. لازم نعجن بالميه الدافيه عشان العجينه ترتاح معانا بسرعه، وكمان تديكي عرقه اسرع وتتعجن معاكي بسهوله اكتر. تمام. جبت بقى الميه الدافيه وبدات اعجن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تدريجي طبعا، مش بنضيف الميه مره واحده. طبعا كل دقيق بيشرب سوائل غير التاني، فبتبداوا تضيفوا الميه تدريجيا لحد ما توصلوا للقوام المناسب. طبعا هنشوف مع بعض مراحل العجينه واحده واحده. انا كده ببدا اضيف الميه حبه بحبه، وببدا الم العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بحاول كده اشيل اي حاجه على حواف الطبق واحنا مش شغالين، تمام، عشان تطلع معاكي كده مظبوطه ومتماسكه. فضلت اعجن فيها شويه زي ما انتوا شايفين كده، واضيف الميه تدريجي لحد ما وصلت للعجينه اللي انتوا شايفينها دي. انا عاوزه عجينه متماسكه وما بتلزقش معايا في الايد. ببدا كده اعجنها ومطها على قد ما اقدر. طبعا سر نجاح الفطير في العجن، يعني عجنوا فيها كويس جدا جدا. وبما ان الجو حر اليومين دول، فهتلاقوها بتتعجن معاكم بسهوله جدا. وعشان العجينة كده تطلع ناعمة معاكي كويس جدا جدا، نغطيها كده بكيس ونسيبها دقيقة واحدة بس. منها بنريح ايدينا من العجن، ومننا كمان نريحها شوية، فبالتالي لما نيجي نعجنها تاني نلاقيها طرية معانا وبتتعجن بسهولة قوي. انا سبتها دقيقة واحدة زي ما قلتلكوا، وبدأت رجعت لها تاني وبدأت أبدأ أمط فيها كده وأعجنها على قد ما أقدر. تمام. لو لقيتوها بتلزق في ايديكوا حبة صغيرين، يعني تلزيق بسيط كده، يبقوا كده معلقة زيت وامسحوها على ايديكم وكمان على المكان اللي شغالين عليه. وبدأت كده اعجن فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزاها ناعمة ناعمة جدا جدا جدا، وبتمط كده ومطلعين كده كل العرق اللي موجود في الدقيق. تمام. بعجنها كده كويس جدا. مدة العجن ما تقلش عن 10 دقايق. طبعا لو عندكم عجان الموضوع بيبقى اسهل بكتير. تمام. بتضيفوا الميه تدريجي لحد ما العجينه تتلم. بعد ما بتتلم بتسيبوا العجان شغال عليها كده حوالي 3 دقايق، هتلاقوها بقت طريه جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين العجينه عامله ازاي؟ طريه قوي معايا كده. تمام. انا كده خلاص، يعني يعتبر كده انا كده عملت كل التعب. طريقه التشكيل سهله جدا جدا ومش محتاجه اي مجهود. بدات كده احط شويه زيت محترمين كده في الطبق اللي انا كنت عاجنه فيه، وحطيت عليها العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وغلفت العجينه كلها بالزيت اللي انا حطاه. تمام. وبعد كده حطيت كيس بلاستيك على وش العجينه وسبتها كده ترتاح لمده نص ساعه. وده طبعا لاننا في الصيف، فالعجينه ترتاح معايا بسرعه. زي ما انتوا شايفين ده كده علامه ان العجينه ارتاحت معاكي. هتلاقيها طريه، صوابعك كده بتغرز بيها بسهوله جدا. بعدين بدأت كده اخد نصها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا حطيت معاها شوية كده من الزيت اللي كان موجود في الطبق، وبدأت كده افردها على الرخامة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا تقدروا تفردوها بايديكم او بالمردانة. انا ببدأ كده افردها شوية بالمردانة، وبعد كده بشيل المردانة وببدأ ارققها بايدي زي ما انا عايزة. طريقة سهلة وبسيطة. طول ما العجينة مرتاحة كويس، طول ما هي هتتفرد معاكم بسهولة جدا. بالنسبة للسمك بتاعها، بنحاول نرقق العجينة على قد ما نقدر يكون السمك بتاعها رفيع جدا. وانا دلوقتي بعملها على شكل مستطيل. شلت بقى المردانة وبدأت كده افرد بايدي وامطها زي ما انتوا شايفين كده. شايفين اخدت معايا حجم المفرش السيليكون كله زي ما انتوا شايفين كده. ده نص العجينة بس، يعني حوالي ربع كيلو من الدقيق. تمام. يعني تقدروا تعملوا فطيرة واحدة بس لو انتوا حابين بربع كيلو من الدقيق، او فطيرتين. الفطيرتين حجمهم متوسط، او بالنسبة للفطير اللي بيتباع بره نقدر نقول ان حجمهم كبير كمان.
تمام. بدأت كده ارققها من على الحروف زي ما انتوا شايفين كده، شايفين انا برفع كده بايدي وببدأ كده ارقق واشدها بالشكل ده كده. ولو اتقطعت معاكم قطعات بسيطة كده عادي مفيش مشكلة خالص. برفع كده بايديا حاجة بسيطة وادخل كده الهواء وافرد عشان ارقها على قد ما اقدر. تمام. بعد كده في قطعة كده زيادة بتكون في الحرف بتكون تخينة شوية، بشيلها كده بايدي عادي خالص وبحطها كده مع العجينة التانية اللي هفردها بعديها. تمام. يعني انا عملت النص كيلو دي على فطيرتين. بعد ما فردتها كده كويس بدأت كده اجهز معايا المادة الدهنية. انا هشتغل بسمنة على زبدة، تقدري تستخدمي زبدة بس او سمنة بس او الاتنين على بعض بيكون احلى واحلى. وتقدري كمان تستخدمي زيت معاهم مفيش مشكلة خالص. بيكونوا بدرجة حرارة المطبخ، بتكون طرية بدرجة حرارة المطبخ، ولا هي سايحة ولا هي مجمدة من التلاجة. نبدأ بإيدينا كده بيكون أسهل. نفرد كده طبقة بسيطة من السمنة، يعني طبقة رقيقة على كل أجزاء العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده ببدأ اطبق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده العجينة بطريقة سهلة وبسيطة خالص. بنطبقها على بعض بالشكل ده كده على شكل مستطيل. بعد كده بجيب ربع بالشكل ده وربع من الناحية التانية وربع وربعين كده زي ما انتوا اخدتوا بالكم كده من الطريقة في الشرح، يعني في الفيديو يعني اسهل من الشرح. تمام. بعد كده بلمها على بعضها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على قد ما اقدر. قدرتوا تكوروها كده تمام، ما قدرتوش بتسيبوها زي ما هي كده. ونجيب صينيه ندهنها، مش ندهنها بقى، نحط فيها شويه كده من الزيت حلوين عشان الفطيره ما تلزقش معاكي في الصينيه. ده شرط اساسي عشان ما تلزقش معاكي، انك تحطي شويه محترمين كده من الماده الدهنيه خصوصا الزيت في قاع الصينيه. ودي طبعا الفطيره التانية. تمام. بعد كده بغطيهم بكيس بلاستيك بالشكل ده كده، وطبعا الوش بتاعها بكون دهناه بالزيت. بعد كده بغطيها بكيس بلاستيك واسيبها ترتاح للمرة التانية. بس في المرة التانية بكون مشغلة الفرن وسايباه يسخن عشان ادخل فيه الفطير على طول. وبسيبها على سطح البوتاجاز من فوق عشان تاخد معايا السخونية وترتاح بسرعة. بعد نص ساعة ببدأ افردها بالشكل ده كده. افردوها ما تكونش رقيقة قوي، يكون فيها سمك شوية عشان تكون معاكي عاملة طبقات من جوه، وكمان تكون كده طريه معاكي من جوه. تمام. تبقى مورقه وفي نفس الوقت فيها طراوه كده من جوه وقرمشه من بره. بعد كده بدهن الوش بتاعها كده بالسمنه او الزبده او كمان القشطه. لو عندك كده حته قشطه بلدي او قشطه وش اللبن تقدري تدهني بيها كده وش الفطير، بتديكي ريحه وطعم وكمان لون في حته تانية خالص. بحاول كده اظبط الشكل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ان انا اقفل لجوه. تمام. واخلي الوش كده ناعم معايا وابدا افرده بالشكل ده، بيتفرد معاكي بسهوله خالص. زي ما قلت لكم لازم نعمل كده سمك للفطيره عشان تديكي توريقات من جوه وما تنشفش معاكي في الفرن. طبعا الفرن بيكون شغال على اعلى درجه حراره، الفطير بيدخل على درجه حراره عاليه عشان ما ينشفش. تمام. بدخله كده على الرف اللي قريب من تحت. انا مش بحب احطه على على صاجة الفرن من تحت على طول، بحطه على الرف التاني كده فوق الصاجة. تمام. على اعلى درجة حرارة. ولو لقيته لون لوحده من فوق تمام، يعني لون من تحت وكمان من فوق من صهد الفرن مفيش مشكلة. لو لون من تحت بس وحسيت ان فوق محتاج لون بشغله الشوايه عشان ياخد لون من فوق. اول ما يطلع من الفرن بديه بخاخ ميه خفيف قوي قوي، وبعد كده بغطيه بفوطه وفوق الفوطه كيس بلاستيك عشان يفضل محتفظ بالطراوه بتاعته. تمام. عايزه اقول لكم بيبقى حلو قوي، الوش بتاعه بيبقى مخرفش كده لكن من جوه بيكون طري وفيه طبقات كده وطعمه لذيذ جدا جدا. جربوه بجد هيعجبكم. وطبعا لو جربتوه بالسمنه البلدي بيفرق معاكم 180 درجه، بيكون طعمه مختلف تماما عن بتاع بره، وكمان حاجه نظيفه وصحيه وانت عاملاها كده بايدك في البيت. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ومع الف سلامه حبايب قلبي.